مرحبا، يعطيكم العافية. وأخبار جديدة ومهمة جدا. وفجأة هيك الإعلام العبري انفجر في التقارير اللي بتقول عن عملية اغتيال لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. طيب نبلش في موقع أخبار من الميدان العبري. بقول نفذ القصف بعد ورود معلومات استخباراتية عن وصول حسن نصر الله إلى مقر حزب الله في الضاحية ببيروت. ماشي. بقول لك القناة أو القيادة الأمنية بأكملها متجمعة الآن في الكراياه، كله بيستنى وبيتابع في المعلومات الاستخباراتية علشان يشوفوا شو يلي صار، هل فعلا اغتيل الأمين العام. ماشي. هذا الفيديو نشرته حاردكم يا أمامكم الحين، نشرته صفحة سبير ليبيكن العبرية، قالت فيه بأن هذا هو الدمار الكبير في منطقة القصف بالضاحية. تمام. موقع أخبار قبل الجميع العبري قال قصف جنوني في الضاحية، ونشروا هذا الفيديو مدته 23 ثانية. ان شاء الله بس اقدر انشر لكم هذا الفيديو او بحط لكم اياه اذا توفر عندي نت كويس عشان اقدر ارفع الفيديو. طيب، موقع كاليبر العبري قال كلنا في وقت سابق اليوم، او كما في وقت سابق اليوم، كما قلنا في وقت سابق اليوم، فإن حرب لبنان الثالثة قد بدأت رسميا اليوم. هذا الموقع فعلا نشر تقرير وقال انه الامور رايحة أو بلشت رسميا حرب في لبنان. صفحة موريا إسراف العبرية قالت يقول لي مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بالعملية، يعني أمريكا معها علم في محاولة أو في عملية الاغتيال. قناة كان العبرية عن مصادر إسرائيلية بتقول من غير المؤكد إذا تواجد نصر الله داخل مقر القيادة الذي تعرض للقصف، وسننظر ونرى. طيب، هذا حتكون ديروا بالكم يعني ضربة معنوية كبيرة جدا لحزب الله ولكل المحور. قالت الأخبار العبرية كمان بأنه يبدو بأن الهدف أو هدف القصف كانت تحت الأرض. يا جماعة الخير، الموضوع يعني مش بسيط والأمر حتكون هذه كسرة لحزب الله، كسرة كبيرة لحزب الله ولمحور المقاومة أو الممانعة زي ما بيسموه. المؤسسة الأمنية على صحيفة إسرائيل اليوم العبرية في حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال قيام حزب الله في أعقاب الهجوم بكسر القواعد وإطلاق قواب الكثيف على إسرائيل. طيب، الحين عادي مطلوب من حزب الله أنه يطلع وينفي هذا الخبر أو أنه يقول أنه الأمور مش أو الأخبار مش صحيحة. صفحة باراك بيتش العبرية قالت بأنه استخدمت قنابل اختراقية في القصف، انهارت ما لا يقل عن 4 مباني وهناك عدد كبير من القتلى. تنفيذ عملية اغتيال في مقر نصر الله في بيروت، والسؤال الكبير هل قتل نصر الله؟ صفحة المخ بوكير العبرية تتساءل. طبعا كلها تساؤلات وتقارير، وكل الإعلام الإسرائيلي وأيضا العربي والعالمي في تقارير يعني كله بضخ قاعد معلومات وتضارب في الأخبار. إيش اللي بصير ما حدا بيعرف. تمام. إن شاء الله ربنا يجيب لي فيه الخير وربنا يحمي هالشعوب العربية، وما بصير إن شاء الله إلا اللي كاتبه ربنا. سامحونا على إطالة، مروح تعبان وفجأة فتحت الجوال لقيت هذه الأخبار من هالضغط اللي أنا بمر فيه. تمام. سامحونا على إطالة، وإن شاء الله نكون قادرين إنه ننشر أو نوثق الفيديوهات اللي تم نشرها على الإعلام العبري في هذا المقطع أو في هذا التقرير. أنا إبراهيم من غزة، اعمل لي متابعة إذا في إمكانية، ويعطيكم ألف عافية. يا جماعة ليك أنا طلعت على بناي هون، ليك الدمار، مجزرة صارت هون، ضربوا ولا 10 صواريخ مع بعض. في عالم مش قادر يشيل حدا. أنا